ربنا. اهلا وسهلا، مساء الخير. طبعا متوجهين الحين المحل عصيرات، عاد مع الشتاء هذا الشتاء مع الصيف الحارة محتاجين اشياء زي كذا. فانا بروح الحين وبغطي لكم، عاد المعروف لا يعرف، وانتوا الحين خمنوا تتوقعون يعني وش اسم المحل. صح عليكم، ما شاء الله كلكم جبتوها طبعا، لاني انا لمحت لكم اكيد عرفتوا. فالحين ننتظر كم حاجة وبعدها بنزل بسوي لكم تغطية، وبقول لكم عن العصيرات اللي موجودة عندهم وعن الاشياء الحلوة اللي احنا راح نحتاجها بفصل. فين القهوة؟ الشيخ وادي بالقهوة، عطنا القهوة. عندكم هنا بوكس الفراولة من الفراولة والشوكليت عندي. اللي يا جاني دبل كبدي، ولو غاب عني ولو ساعة باطيته ارحبي. وحشتي قلبي. هلا والله، جايبة الحامل المحمول ارحبي. مرة يا وسخة وربي. اللي يا جاني دبل كبدي، ولو غاب عني ولو ساعة باطيته ارحبي. وحشتي قلبي. هلا والله، جايبة الحامل المحمول ارحبي. مرة يا وسخة وربي. اهلا، رجعت لكم من جديد. ايش عندنا اليوم؟ بنروح السوق. عندنا يوم السبت، عزيمة الصراحة، رايحة ادور لي لبس وشوز. ابي البس سبورت، ما ابغى فساتين ولا شيء كذا، خاطري في سبورت مع كاب وكذا. فبوريكم الاحلى ونصوت كلنا وش اجمل شيء. ما جت السيارة. أقول لكم اليوم أصبحت بخير، قمت روشت، حطيت ميك اب خفيف، استشورت شعري، يعني الحمد لله على النعمة. وأقسم بالله يا جماعة العافية ما في أحلى منها. العافية تخليك تركز، تشوف يومك، تنبسط بيومك، عكس إذا كنت تعبان يروح عليك اليوم وما تدري عن الوقت وتتوجع من كل جال. فالحمد لله، الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين يا رب. والله احمدوا ربي على العافية اللي انتم فيها. شيء عندي لما السنابة تقعد تهتز كذا، انا اكره السنابة واعيدها. خلوني اقول لكم باقي شوي، يمكن يبينا نص ساعة لين نوصل. انا لازم قبل الساعة 12 ما عاد اكل ولا شيء. الساعة 12 لازم اوقف اكل، خصوصا بكرة عندي موعد منظار. وغير عن موعد المنظار، قال لي ابوي ان الدكتور هذا دخلوا عليه المتابعين على ابوي، قالوا انه ما يخدر، يعني يسوي لي المنظار وانا ماني متخدرة. ما ادري ايش اسوي. قلت لابوي اقسم بالله لو ما بيخدرني اني لا اهج من المستشفى، لاني ما اقدر. يا اما يخدرني يا اما لا. ليه سلامات؟ انا حاسه فوبيا انا بعد اروح مع كذا، بس ابوي قال لا، لانه ممنوع اكثر من مرافق. امي بس بتجي بكره معي وابوي، وان شاء الله خير يا رب. اهم شيء ينتهي هذا الالم وارتاح منه. طارق، خلوني اقول لكم والله يا جماعة، من يوم تعبت، يعني قبل يومين رحت المستشفى اخذ لي ابرة. قالت امي اسمعي جربي انت بس من مدة يومين او 3 ايام اكل صحي، وابتعدي من السبايسي، الشطة، الاشياء الحارة، البهار اللي فيه اشياء حارة. قلنا يلا تم. اكل سليق، اكل رز ابيض مع ملوخية، ابتعدت من الاشياء الحارة. يشهد الله واقسم بالله بمن احل القسم، عدتي مرتاحة، ما أشكي ولا أبكي ولا أون ولا تخرب نفسيتي.
فاللهم لك الحمد والشكر. راحة يوم بديت اكل اكل صحي بطني مرتاح نهائيا. فوالله اي واحد يعاني من القولون الهضمي او العصبي ياكل اشياء اشياء صحيه وبتشوفون العافيه مثلي. ارتحت. اول شيء ارتاحت نفسيتي، ارتاحت معدتي، ما عاد صرت ابكي، ما عاد صرت انفس، مزاجي متقلب 24 ساعه. غناتي اللي تضحك لكم ادنى شيء يبكيها. فاللهم لك الحمد والشكر. باقي بكره نسوي الناظور ويعلمون لي ايش في معدتي بشكل عام، ويعلمون لي وش اخذ. يمكن يعطوني حبوب، يمكن يعطوني وصفه. اهم شيء انه يروح هذا كله. هذا اللي فيني اتمنى حتى عدوي ما اتمنى له. فالحمد لله. كيف تحسين نفسيتي؟ لا شو بديتي تصيرين افضل، جالس ما تشوفين شيء. امين يا عمري يا قلبي يا حياتي يا الله يا ويل حالي عمري يا ناس قلبي. لازم يا بنات اذا صارت نفسيتكم شينه على طول تطلعون الميك اب، تبدون تسوي لكم ميك اب. والله انا يوم شفتني ما شاء الله زي الفل زي الحصان والذيب، قمت سويت حواجبي، حطيت مسكرة، حطيت بلشر، حطيت روج، سويت شعري، لبست فستان اسود. قالوا وش ذي الكشخة على وين رايحة؟ قلت والله ماني برايحة، بس اليوم نفسيتي حلوة، ما راح اسمح لاي احد يعكر مزاجي. يلا على السوق يا بنات نروح. انت اليوم السبت فعاليات وناسة. ايش نقابي انزله؟ اسكت اني مبسوطة. تكون نزلي نقاب بس. شوف ايش فيه ليش ملق؟ ما ادري والله. ايوه يا جماعة تخيلوا طلع في خشمي دميل. انا من بين كل فترة وفترة يطلع في خشمي دميل. هذه المرة الثانية. في اغلبكم ما يعرف الدميل، في اغلبكم يعرف الدميل اللي يجي تحت الخشم حبة. يوم دخل خشم لمدة 3 أيام الين يصير خلاص السواء. لازم احد يجي يعصره لكم لين على الصديد اللي فيه. اول ما ارجع اخلي عمي يطلعه. والله تعب. استخدمت العلاج اللي نزلته لكم يجنن، يعصره. يا الشيخة لا تنزلين فيها. فلازم احد يسوي لكم. شوفوا انا خشمي منتفخ رغم الظروف متحملة. اول ما ارجع بخليه يعصره. عمري عني والله. يس تقولين عني انا عيوني مفقعة. شوفي كيف. والله ان عيونس حلوة بكل حالات، جميلة طبعا يا احسن الخالقين. واقول لكم نقابي محيوس رغم الحوسة هذه اصور لكم لاني مرة مشتاقة لكم، وحشيني قد الدنيا. هذه زحمة ايش الحراج؟ ها؟ احنا الحين مع زحمة الحراج. هذه الزحمة اللي انا ما احبها. تقعدون ساعة راح يفهم ولا والسيارات وبواري. يا الله اكره هذا الخط لانه قد كان حد في قبل قد صدمنا سيارة فيه. اكره. متى؟ قبل يوم دانا انا كنت فيه. طاحت على راسها كنا في استراحة. ايوه اكره هذا اللي عند الجيران. ايه يلا هلا لا يسكي بس. السلام عليكم. المهم متى بندخل السنة الجديدة؟ على خبري يوم الأربعاء. يا الله يعني كم بنكمل أنا والسنة باللي سوا؟ واجد من 2015 السنة. 15 16 17 18 19 20 22 تحسبين بالميلادي احسبي بالهجري. ما أدري بالهجري كم. 2015. يلا لأني بغركم الحين كلام حلو. 20 21 22 23 24 8 سنين يعني سجا كيوت. الأكثر 2018 2015 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. باقي ما دخلنا. ندخلها يوم الأربعاء. طيب احنا بندخل بالهجري. أوكي بالهجري بس احسبي لي كم. 1444. أيوه ندخل 1445. طيب كملنا سوا. كيف؟ كملنا سوا. أبغى أقول لهم كلام حلو. بالهجري ما ادري. يلا أنتوا احسبوا لي. عاد وقع الاختيار على هذه العباية، تكون دبل فيس تجنن مرة عجبتني. الفيها شوية دنا.
لا أحس ايش رايكم فيها؟ لا لا مو بس مناسبة ولا؟ هذه عجبتني اللي أول مرة. وخذيت هذه العباية عجبتني مرة تموت، تكون دبل فيس تقدرون تقلبونها. فالكل الحين يسألني عن حساب المحل العبايات، بوريكم الحين بنزله لكم. اسمه لايف ستايل. كم عندكم فرع؟ 3 فروع. الأمانة العبايات عندهم خيال فعلا، وإنه من زمان عن هذا المحل. صدق العبايات التصاميم حصرية عندهم والله. شيء هنا هذه كلها تاخذ العقل، كل واحدة تقول الزين عندي. هذه العباية اللي خذيتها اللي هي دبل فيس، شوفوها والله مو بعلان ولا شيء، بس الكل يسألني وين محل العباية. الاختيار على هذه مرة عجبتني، والأكثر مبيعا عندهم تموت وتاخذ العقل. خذيتها عادي. إذا تبون اسم المحل في القصر مول على طول تعالوا هنا. أقول لكم من زمان عن قصر مول، تقريبا سنة سنتين، فتحصلونه من هنا على طول. تعالوا القسم هذا مرة بتعجبكم. أنا حزن يوم جيت أبي أخذه طلع لارج، وأنا ألبس إكس سمول يعني حرفيا، واللي في المانيكان اللي هناك إكس سمول. تخيل أقول طلعي لي وباخذه، رافضة. تقول اللي يجون في المحل آخر الليل هم اللي يجون ياخذونه يطلعونه. فما أدري إيش أسوي، مرة أبيه، مرة ميتة عليه، ياخذ العقل، ميتة عليه. هلا قولي ما شاء الله لا ينفرط عليه. يلا لبس العافية. طيب شوف اللي على المانيكان هنا. يلا نشوف الثاني إن شاء الله يطلع كويس. عاد هذه ضريبة اللي نحيف يروح فيها. والله أنا بشوف هذا إن شاء الله يكون في مقاسي، لأنه لو ما يكون في مقاسي باخذ هذا وخلاص. والله أنا بشوف هذا. إيش رأيكم في هذا بعد عجبني. أبشركم إني حصلت إكس سمول الحمد لله، يعني أخذه ولا مع قبول. أنا حزن يوم جيت أبي أخذه طلع لارج، وأنا ألبس إكس سمول يعني حرفيا، واللي في المانيكان اللي هناك إكس سمول. تخيل أقول طلعي لي وباخذه، رافضة. تقول اللي يجون في المحل آخر الليل هم اللي يجون ياخذونه يطلعونه. فما أدري إيش أسوي، مرة أبيه، مرة ميتة عليه، ياخذ العقل، ميتة عليه. هلا قولي ما شاء الله لا ينفرط عليه. يلا لبس العافية. طيب شوف اللي على المانيكان هنا. يلا نشوف الثاني إن شاء الله يطلع كويس. عاد هذه ضريبة اللي نحيف يروح فيها. والله أنا بشوف هذا إن شاء الله يكون في مقاسي، لأنه لو ما يكون في مقاسي باخذ هذا وخلاص. والله أنا بشوف هذا. إيش رأيكم في هذا بعد عجبني. أبشركم إني حصلت إكس سمول الحمد لله، يعني أخذه ولا مع قبول. راحة الدراهم والفلوس، لكن ما مشكلة، أهم شيء راحة الروح والنفوس. والله عاد طلبت العشاء أنا بعد الساعة 12، يقول أبويا ويل الساكلين. سفن، وهذه الوجبة أول مرة أجربها. اختاروها البنات لي وبطاطس. شيء في يومنا ستاربكس، وبعدها على البيت. والله آخر شيء
تخيلوا قبل كم يوم تقريبا 3 أو 4 أيام شفت بنت الجيران تاكل بيتزا وأرسلت علي، قلت ما شاء الله وش اسم المطعم. المهم جاء اليوم وأنا من صحيت وأنا مرة ميتة أبي البيتزا اللي هي كلتها، فسألتها وش اسم المحل وحلف طبعا تخيلوا قبل كم يوم تقريبا 3 أو 4 أيام شفت بنت الجيران تاكل بيتزا وأرسلت علي، قلت ما شاء الله وش اسم المطعم. المهم جاء اليوم وأنا من صحيت وأنا مرة ميتة أبي البيتزا اللي هي كلتها، فسألتها وش اسم المحل وحلفها لي الله لا يحرمني منها. وعد شكرا يا عمري. أهلين، كيفك؟ كيف إعلان اليوم؟ كيف إعلان اليوم؟ والله ما شاء الله مرة لذيذ، إن شاء الله بنرتب معاهم. ايوه يوم السبت ان شاء الله. هذا اللي صدق ادمنته طعمه زي تدرين ما جربته، خليني اجرب. جربت السليلاك شعري لونه اصطناعي. السليلاك حلو. عنا على هذه النعمة متفقعين ولا علينا خلاف، نشرب الحامض والصامت ولا علينا خلاف. اللي برا خارج المملكة عنا على هذه النعمة متفقعين ولا علينا خلاف، نشرب الحين ولا علينا خلاف، نشرب الحامض. قل يا عبادي الذين أسرفوا